السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. درسنا النهاردة عن الأدوات في اللغة الألمانية. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. الأداة في اللغة الألمانية هي اللي بتحدد نوع وجنس الكلمة، إذا كانت مذكر أو مؤنث أو محايد، ومهمة جدا في القواعد أو الجراماتيك. والأداة هي اللي تقدر تميز بيها أو تفرق بيها بين الكلمات المتشابهة، زي كلمة der See. لو جه قبليها أداة دير بتبقى معناها البحيرة، أما لو اتقالت دي زي معناها البحر. في اللغة الألمانية زي ما في أدوات في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية، مثلا في اللغة العربية تبقى أداة التعريف الألف واللام، فدي أداة واحدة بتبقى موجودة مع كل الكلمات لو معرفة. مثلا في الإنجليزي بيبقى فيه أداة للمعرفة ذا، وأداة للنكرة الآ أو الآن. في اللغة الألمانية الموضوع مختلف، لأن الأدوات في أدوات للتعريف وفي أدوات للنكرة برضو، بس أدوات التعريف فيها مذكر ومؤنث ومحايد. فأداة التعريف لو أنا مثلا أقصد كتاب بعينه، لو عايز أقول أنا أقرأ الكتاب ومحدد الكتاب اللي ماسكه في إيدي، فأقول ich lese das Buch. أما لو أنا مش محدد أنهي كتاب بالظبط اللي أنا أقصده، فبقول مثلا ich möchte ein Buch lesen، يعني أريد أن أقرأ كتاب، بس الكلمة هنا نكرة لأن أنا مش محدد أنهي كتاب بالظبط اللي أنا أقصده. في اللغة الألمانية أدوات التعريف دير للمذكر، وداس للمحايد، ودي للمؤنث، ودي للجمع. أما الأدوات النكرة فالدير بتبقى أين في الأداة النكرة للمذكر، والمحايد أين، والمؤنث أين. أما الجمع فملوش أداة نكرة في اللغة الألمانية، بتقول كلمة الجمع على طول لو هي نكرة من غير أداة قبلها. بس للأسف الأدوات في اللغة الألمانية ملهاش قاعدة ثابتة تميزها بيها أو تفرق ما بينهم بيها، زي في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية. يعني مثلا كلمة ميتشن أو فتاة، معروفة في اللغة العربية إن كلمة فتاة مؤنثة، بس في اللغة الألمانية الأداة اللي بتيجي مع كلمة ميتشن يعني بنت أو فتاة مش أداة مؤنثة، أداة المحايد، بتتقال داس ميتشن. ومثلا كلمة شجرة في اللغة العربية مؤنثة، بس في اللغة الألمانية بيجي معاها أداة مذكر بتتقال دير باوم يعني شجرة. بس في درس النهاردة هنعرف شوية قواعد هتسهل عليك الموضوع وهتساعدك في معظم الأدوات في الكلمات اللي هتقابلها بالألماني. وأول قاعدة معانا الكلمات اللي بتنتهي بحرف A دايما بتبقى مؤنثة، بيجي معاها أداة دي، زي دي بلومة يعني زهرة، أو دي فولكا يعني سحابة، آخرهم جه حرف ال A فالأداة بتاعتها تبقى أداة مؤنثة دي. القاعدة التانية الكلمات اللي بتنتهي بالمقاطع دي أونج ONG أو هايت أو كايت أو شفت، كلها بتاخد أداة مؤنثة دي، زي كلمة دي فرويندشافت يعني الصداقة بتنتهي بمقطع شفت فبتاخد أداة دي مؤنثة، أو كلمة تصالونج بتنتهي بالمقطع أونج فأداتها مؤنثة دي، أو كلمة كيندهايت دي كيندهايت يعني الطفولة آخرها المقطع اللي بينتهي بهايت فبتاخد أداة دي المؤنثة. أو كلمة Wichtigkeit
الأهمية، آخرها كايت، أداتها مؤنثة دي. وأي كلمة بتنتهي بمقطع تسيون TEON أداتها مؤنثة دي، زي كلمة انفورماتيون آخرها تسيون فأداتها مؤنثة دي انفورماتيون. أو كلمة ليكتسيون يعني درس، أداتها مؤنثة دي ليكتسيون. أما أسماء الأيام والشهور وفصول السنة كلها مذكرة. أيام الأسبوع كلها مذكرة زي دير مونتاج، دير زونتاج، وباقي أيام الأسبوع كلها مذكرة بتاخد أداة دير. وفصول السنة زي دير زوما، الصيف أداته دير. وشهور السنة 12 كلها أداتها دير، دير يناير، دير ديسمبر. أما أسماء السيارات كلها مؤنثة بتاخد أداة دي المؤنثة زي مرسيدس، BMW. أما أسماء المعادن والكيماويات فبتاخد أداة المحايد داس، زي مثلا داس جولد الذهب أداته محايد، داس كوبفا النحاس عشان من المعادن أداته داس المحايد، داس فاسا أو داس فاسا شتوف المية من الكيماويات فخدت أداة المحايد داس. وأي كلمة آخرها مقطع شن أو لاين أداتها محايد، زي مثلا كلمة ميدشن آخرها مقطع شن فالأداة بتاعتها محايد يبقى داس ميدشن. أو كلمة فروي لاين يعني آنسة آخرها مقطع لاين فالأداة بتاعتها محايد فتبقى داس فروي لاين. وفي كلمات في الألماني حروفها في المفرد هي نفس حروفها وشكلها في الجمع. طب بتفرق ما بينهم ازاي اذا كانت مفرد او جمع؟ يعني مثلا كلمة معلم لغة جمعها معلمين او مدرسين، لغة برضو نفس الحروف. تفرق ما بينهم بالأداة اللي جت قبلها، لو مكتوب دال لغة يبقى مفرد، لو دي أداة الجمع دي لغة يبقى قصده الجمع. أو فاغة يعني سواق، لو قال دير فاغة يبقى قصده سائق واحد، لو قال دي ليها أداة الجمع فاغة يبقى قصده سواقين. وبتفرق ما بينهم برضو بتصريف الفعل اللي جاي بعديه. فعشان تسهل على نفسك لما تيجي تحفظ كلمة جديدة احفظها بالأداة بتاعتها، عشان لما تيجي تفتكر الكلمة تبقى انت حافظها بالأداة اللي بتيجي قبليها. وحط الكلمة الجديدة اللي انت حفظتها في جملة، زي مثلا كلمة دير فاغة حطها في وسط جملة، قول مثلا دير فاغة فيات دين بوس يعني السائق بيسوق الأتوبيس. وحاول لما تحفظ كلمة جديدة تحفظها بالصورة بتاعتها، يعني لما تبحث عنها على النت أو الكتب اللي موجودة على النت لما بتيجي تكتب لك الكلمات بيبقى حاطين الصورة بتاعتها. مثلا كلمة دير هوند يعني كلب، لما تقراها أول مرة بالصورة بتاعتها لما بتيجي بتفتكرها أسرع لأنها اتربطت في عقلك بالصورة اللي انت شفتها. وبكده نبقى خلصنا درس النهاردة. هسيبلك في الوصف ملف فيه الكلمات الجديدة اللي خدناها النهاردة ومعانيها، وهسيبلك لينك فيه أسئلة على الدرس اللي خدناه النهاردة عشان تحل الأسئلة وتتأكد انك فهمت وحفظت الدرس. لو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات وهرد عليك حالا، وقول لنا تحب الدرس اللي جاي يكون عن ايه. اشوفكم على خير الدرس الجاي ان شاء الله. سلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.